في الجزائر المتجددة، هذه الأمة التي قررت ألا تنحني مجددا أمام الشبكات الإجرامية أو المافيات العابرة للحدود أو محاولات زعزعة الاستقرار الخارجية، تأتي عملية جديدة لتذكر العالم أن حدود هذا البلد ليست خطا هشا يمكن عبوره دون عقاب، إنها تمثل حصن شعب ودولة ذات سيادة. وقد أثبتت أجهزة الأمن الجزائرية التي تثير مخاوف المهربين الدوليين ذلك مرة أخرى. كل شيء يبدأ على سواحل عين تموشنت، هذا الشريط الساحلي الذي يطمع فيه الشبكات السرية المفتونة باستغلال الواجهة البحرية الجزائرية الشاسعة لتغذية الشبكة الإجرامية. في السنوات الأخيرة كثفت السلطات من العمليات، وعززت أعداد الأفراد، وحدثت المعدات، ووضعت نظام مراقبة أكثر دقة للمجال البحري. وهذا بالضبط هو هذا الجهاز الحاد والمنسق والفعال تماما الذي مكن من إحباط واحدة من أكثر المحاولات جرأة في الأشهر الأخيرة، اعتراض قارب سري كان يحمل 71 مهاجرا، من بينهم 40 مغربيا، بينهم 6 قُصّر. لكن القصة التي سنرويها ليست مجرد قصة قارب تم اعتراضه، إنها أكثر من ذلك بكثير. إنها قصة شبكة كاملة منظمة عابرة للحدود ومهيكلة حول تجارة تمتد إلى ما وراء الحدود. شبكة كانت تعتقد أنها تستطيع استخدام الأراضي الجزائرية كممر، كنقطة عبور، وكمنصة لوجستية بسيطة. شبكة قللت من شأن سرعة ودقة أجهزة الأمن الجزائرية. شبكة اعتقدت أن الجزائر نقطة ضعف، فاكتشفت ما تعنيه الخطأ القاتل. كل شيء يبدأ عندما تصل معلومة إلى جهاز الشرطة في عين تموشنت. معلومة واضحة، دقيقة، ومفصلة. هناك عملية هجرة سرية قيد التحضير. يخطط المهربون لاستخدام قارب سريع مزود ب3 محركات، كل واحد منها بقوة 300 حصان. آلة قوية لم تصمم للصيد أو الترفيه، بل للهروب. معدات تليق بعمليات المافيا، مخصصة لنقل عشرات الأشخاص في رحلة غالبا ما تنتهي بمآسٍ. لكن هذه المرة لا توجد مأساة. لا جثث تترك في البحر، لا أطفال يلقون على شاطئ غريب، لا عائلات تتحطم بسبب مغامرة سرية. بفضل يقظة قوات الأمن الجزائرية لن يحدث هذا السيناريو. الاستخبارات المحلية، وهي المجال المفضل للأجهزة الجزائرية، تلعب دورا حاسما في هذه العملية. على مدى عدة سنوات حولت الدولة جهازها الأمني إلى آلة حقيقية للتحليل والتوقع والعمل. من الآن فصاعدا يتم إدراج أدنى شائعة محلية أو أي حركة مشبوهة أو أي خلل في حي أو على شاطئ معزول ضمن نظام كشف متعدد المستويات. ومرة أخرى يثبت هذا النظام فعاليته. تم إبلاغ وحدة خفر السواحل البحرية في بوسيت-جار على الفور. الأوامر واضحة: المراقبة، الاعتراض، التأمين. لا يترك شيء للصدفة، لأن الجزائر باتت تعلم الآن أن الشبكات الإجرامية لا تنام أبدا، فهي تتغير وتتحرك وتختبر الثغرات. لكن الدولة تعلمت أسرع منهم. لقد أدركت أن أفضل وسيلة للدفاع هي الاستباق والتعاون، وقبل كل شيء العزيمة. تم رصد القارب السري في عرض البحر. يقترب خفر السواحل، تهب الرياح بخفة، وتدوي المحركات من بعيد، لكن الوحدات البحرية الجزائرية تعرف تماما كيف تتصرف. في غضون دقائق قليلة يتم التحكم في المناورة بالكامل. يتم تطويق القارب وتثبيته وتأمينه. على متنه 71 مهاجرا مذهولين صامتين، بعضهم مرعوب وآخرون مشوشون، لكن جميعهم يدركون أن مغامرتهم توقفت فجأة. من بينهم 40 مواطنا مغربيا، وهو دليل إضافي على أن هذه الشبكة ليست محلية، بل تتجاوز الحدود وتعتمد على مافيات إقليمية منظمة حول مصالح مالية هائلة. من بينهم 6 قاصرين مغاربة، 6 أطفال دفعوا نحو الهجرة غير النظامية، وتلاعبت بهم شبكات خطيرة، واستخدموا كبضائع بشرية بسيطة في سوق إجرامي. لأن هذه الشبكات لا تنقل أشخاصا، بل تنقل الربح والمخاطرة واليأس. وهذا بالضبط هو الاتجار الذي تحاربه الجزائر بشدة متزايدة. وبمجرد تأمين القارب تنتقل العملية إلى البر. تسمح التحقيقات التي تجريها الفرقة المتخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بتحديد هوية المنظمين بسرعة. تم توقيف 3 أشخاص من بينهم مغربيان.
ومرة أخرى تظهر البعد العابر للحدود بوضوح. شبكة تحاول استخدام الأراضي الجزائرية كنقطة انطلاق، لكنها تصطدم بدولة يقظة. هذه الاعتقالات ليست نتيجة للصدفة، إنها نتيجة عمل تحقيقي دقيق تقوم به أجهزة تعرف تماما أساليب الشبكات، استئجار المرائب بشكل سري، شراء قوارب قوية من السوق السوداء، استغلال الشباب الراغبين في السفر، الوعود الكاذبة، جوازات السفر المزورة، وتغيير المسارات في اللحظة الأخيرة. كل ذلك أصبح الآن تحت المراقبة والتحليل، ويتم إحباطه بدقة جراحية. مصادرة المعدات التي يستخدمها المهربون أمر مثير للإعجاب. 3 محركات بقوة 300 حصان لكل واحد منها، قادرة على دفع قارب بسرعات خطيرة، جهازا اتصال عبر الأقمار الصناعية، ما يثبت أن الشبكة كانت تملك معدات احترافية، جهاز GPS عالي الدقة، ولكن الأهم من ذلك 42 جواز سفر، من بينها عدة جوازات مغربية. وهنا يلفت شيء ما الانتباه فورا، شبكة بهذا الحجم لا يمكن أن تعمل دون اتصال قوي، ودون مسار منظم جيدا، ودون امتدادات في عدة دول. ما تمت مصادرته ليس مجرد معدات، بل هو الدليل المادي على وجود منظمة إجرامية واسعة تعتقد أنها قادرة على تجاوز الدولة الجزائرية. لكن الجزائر لم تعد ساحة لعب لهذه الشبكات. لقد أصبح الآن إقليما محكما محميا ومراقبا، حيث تواجه أي محاولة للتهريب ردا حازما وسريعا ومنسقا. وعلاوة على ذلك، تم العثور أيضا على مبالغ مالية بعملات أجنبية: اليورو، الدرهم المغربي، الدولار الأمريكي، والروبية الباكستانية. هذا التفصيل البسيط يوضح إلى أي مدى أصبح تهريب المهاجرين سوقا عالمية، حيث تنقل الشبكات الأموال من قارة إلى أخرى ومن بلد إلى بلد. لكن الجزائر لا تنوي أن تتحول سواحلها إلى نقطة عبور ولا إلى مختبر للجريمة. يعرض المشتبه بهم بسرعة أمام القطب الجزائي المتخصص في وهران. وهنا أيضا يتم توجيه رسالة قوية: الجزائر تتعامل الآن مع قضاياها بأقصى درجات الصرامة. انتهى زمن المحاكمات الصغيرة المتفرقة. من الآن فصاعدا يتم توجيه الشبكات الدولية مباشرة إلى أقطاب متخصصة قادرة على معالجة هذه القضايا بخبرة وسرعة وصرامة. تذكرنا هذه العملية بعدة أمور أساسية. تذكرنا أولاً بأن الجزائر اليوم من أكثر الدول فعالية في مكافحة التهريب عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط. أرقام خفر السواحل الجزائريين من بين الأفضل في الحوض، وتنسيقهم مع أجهزة الشرطة يحظى بإشادة دولية. وتذكرنا أيضاً بأن الشبكات الإجرامية تسعى باستمرار لاختراق الطرق الجزائرية للوصول إلى أوروبا، لكنها تصطدم بنظام دفاعي حديث معزز وقبل كل شيء حازم. وتذكر أخيرا أن الجزائر تدافع عن شبابها، سيادتها وحدودها، وأن هذا البلد ليس ممرا ولا حتى ممر عبور للمافيات الأجنبية، وأن كل محاولة تهريب ستنتهي تماما كما حدث هنا، باعتقال ومصادرة وتوجيه ضربة قاسية للشبكات التي ظنت أنها قادرة على تحدي الجمهورية. الصورة التي نشرت بعد العملية كانت معبرة للغاية: 5 مشتبه بهم، ظهورهم إلى الكاميرا، مكبلون، يحيط بهم شرطيان جزائريان، بينما تعرض على طاولة سترات النجاة، العوامة، الهواتف، أدوات الملاحة وعبوات البنزين. مشهد يروي قصة شبكة تم تفكيكها، محاولة أحبطت، وأرض محمية. وليس هذا سوى البداية، فهذه العملية تمثل مرحلة جديدة في الاستراتيجية الجزائرية: ضرب شبكات التهريب في مكامن ضعفها، القضاء على المسارات، تحييد القواعد اللوجستية، تتبع سلاسل القيادة، وقبل كل شيء توجيه رسالة واضحة إلى الشبكات التي تستغل الشباب المغاربة اليائسين كوقود بشري: الجزائر ليست حلكم، الجزائر ليست ممركم، الجزائر ليست ضعفكم، الجزائر هي عقبتكم. إذا كانت عملية عين تموشنت قد أثرت بهذا القدر على الرأي العام، فذلك لأنها ترمز إلى شيء أعمق بكثير من مجرد تفكيك شبكات إجرامية. إنها تكشف عن التحول الصامت ولكن الحازم للدولة الجزائرية في مواجهة ظاهرة عالمية: صناعة الاتجار بالبشر، صناعة تزدهر في كل مكان تكون فيه الدول ضعيفة، والحدود فيها سهلة الاختراق، والمؤسسات تفتقر إلى التنسيق. لكن في الجزائر تصطدم هذه الصناعة اليوم جدار بني على السيادة والأمن الوطني والتحديث، وقبل كل شيء على الإرادة السياسية لعدم السماح بمرور أي ثغرة بعد الآن.
ما حدث في البحر في ذلك اليوم ليس حدثا معزولا إذن، إنها قطعة من استراتيجية شاملة للجزائر، دور إقليمي. أدركت الشبكات الإجرامية صعوبة الطريق الليبي ومراقبة التونسي، وأن أوروبا المهووسة بالهجرة تسند حماية حدودها للدول المجاورة. لذا تخيلت بعض الجماعات أن غرب الجزائر سيكون أرضا خصبة، مساحة يمكن استغلالها. خطأ قاتل، لأنه حتى في الغرب عززت الجزائر قدراتها: رادارات، دوريات، مراقبة جوية، طائرات بدون طيار، تعاون بين الأجهزة، ربط القواعد البحرية، وتكثيف العمليات المفاجئة. كل ذلك يساهم في خلق منطقة يستحيل على المجرمين اختراقها. لم تعد البحر مساحة حرة لأولئك الذين يحلمون بنقل 70 شخصا على متن قارب مكتظ. لقد أصبحت منطقة خاضعة للسيطرة ومراقبة وتحليل في الوقت الفعلي. وإذا كانت الجزائر تفعل كل ذلك فليس فقط لحماية أراضيها، بل أيضا لأنها ترفض بشكل قاطع أن تكون ذريعة أو حجة للحملات الإعلامية التي تديرها بعض الدول المجاورة. كثيرا ما حاولت السرديات السامة اتهام الجزائر بالتساهل في مسألة الهجرة غير الشرعية، وكثيرا ما قدمت الأصوات المعادية البلاد كطريق عبور، لكن هذه العملية تثبت العكس. الجزائر ليست ممرا، بل هي درع واق. أما المجرمون فهم يعلمون تماما ما الذي يواجهونه من مخاطر. هم يعلمون أن الدولة الجزائرية لم تعد تتساهل، ويعلمون أن العقوبات قاسية والتحقيقات سريعة والأدلة دامغة، ومع ذلك لا يزال بعضهم يصر على المحاولة، ربما لأن الأرباح التي يحققونها من عبور واحد ناجح تفوق أحيانا ما يجنيه المواطن العادي خلال عدة سنوات، وربما لأن هذه الشبكات تستغل الفئات الهشة الضعيفة واليائسة المستعدة لتصديق أي وعد، وربما لأن المال السهل يعمي أولئك الذين قرروا أن يديروا ظهورهم للكرامة. ولكن عندما تأتي هذه الشبكات لجلب مغاربة، تونسيين، ماليين، بنغاليين، باكستانيين، لدفعهم نحو الجزائر، يطرح سؤال: من أين تأتي هذه الشبكات؟ من يغذيها؟ من يزودها بجوازات السفر واللوجستيات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية؟ من يمول هذه العمليات التي غالبا ما تتجاوز تكلفتها عدة آلاف من اليوروهات؟ وقبل كل شيء، لماذا يرون الجزائر كأرض لعملياتهم؟ الإجابة بسيطة: لأنهم يعتقدون أن القرب الجغرافي يكفي لحمايتهم، لأنهم يظنون أن الحدود البحرية يمكن عبورها وكأنها مجرد إجراء شكلي، لأنهم يعتقدون أن الجزائر ستكون بطيئة، مترددة وعاجزة. لكن ما يكتشفونه هو جزائر تتطور أسرع من مخططاتهم، جزائر تنشر وسائل عسكرية لعمليات الأمن الداخلي، جزائر تستثمر في تقنيات مراقبة متقدمة، جزائر تدرب قواتها وفق المعايير الدولية. تفكيك هذا الشبكة العابرة للحدود يظهر أيضا حقيقة يفضل الكثيرون تجاهلها: بعض الدول المجاورة تترك الشبكات الإجرامية تزدهر على أراضيها. ليست الجزائر من ترسل الشباب المغاربة إلى الشبكات السرية، وليست الجزائر من توفر جوازات السفر المغربية المزورة التي تم العثور عليها في المضبوطات، وليست الجزائر من تنظم هذه الشبكات، وليست الجزائر من ترى قصرها يختفون في مشاريع غير قانونية. الجزائر من جهتها لا تفعل سوى الاعتراض والحماية والاعتقال والتأمين. وهنا يكمن جوهر الرسالة التي تم إرسالها من خلال هذه العملية: الجزائر لن تسمح لأحد باستخدام أراضيها لارتكاب جرائم منظمة، لا شبكات مغربية ولا مافيات أوروبية ولا مجموعات عابرة للحدود. يمكن للمجرمين أن يغيروا الطريق أو يغيروا القارب أو يغيروا الأدوات أو يغيروا بلد المنشأ، وفي النهاية سيصطدمون دائما بنفس الحقيقة: الجزائر تراقب. دور النيابة المتخصصة في وهران في هذه القضية ليس أمرا عابرا، إنه يكشف عن الهيكل القضائي الجديد الذي تم وضعه للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود. انتهى زمن ضياع الملفات المعقدة في إجراءات لا تنتهي. اليوم تتمتع الأقطاب المتخصصة الجزائرية بخبرة تضاهي تلك الموجودة في المحاكم الأوروبية. هم يعرفون كيفية التعامل مع الأدلة الرقمية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والتحويلات المالية الدولية والوثائق المزورة والتواطؤات الأجنبية، ويعرفون كيف يفككون شبكة في غضون أسابيع قليلة، ويعرفون أيضا كيف يصدرون أحكاما صارمة دون تردد. المشتبه بهم الذين تم توقيفهم في هذه القضية ليسوا سوى الجزء الظاهر من بنية أعمق.
وهذا بالضبط ما يجعل عملية عين تموشنت استراتيجية للغاية، ليست مجرد نهاية، بل هي بداية تحقيق حول امتدادات الشبكة، بداية تحليل حول مصادر تمويلها، بداية تعاون مع دول أخرى لتتبع الشبكة حتى رؤوسها. لأن الجزائر ليست ساذجة، فهي تعلم أن 3 اعتقالات لا تكفي لتدمير شبكة عابرة للحدود، لكنها كافية لإضعافها ولتشتيتها ولإسقاط واجهتها الزائفة للقوة. وبينما يستمر التحقيق القضائي في مساره، يبرز في الشوارع وعلى الشبكات وفي الأحاديث رسالة أخرى: الجزائر تحمي. الجزائر تفعل ما يدعي الكثير من الدول فعله، لكنها لا تستطيع تحقيقه. الجزائر تتحرك بصمت، دون دبلوماسية زائدة ودون تصريحات جوفاء. إنها تحيد وتتصدى وتنقذ الأرواح وتفكك الشبكات وتؤمن وطنها. المهاجرون 71 الذين تم اعتراضهم في البحر ليسوا مجرمين، إنهم ضحايا سوق دولي لا يتورع عن أي شيء. الكثير منهم يفرون من البؤس والظلم وأحيانا حتى من العنف. بعض المغاربة على سبيل المثال يرون في الجزائر بوابة نحو أوروبا، لأن آخرين باعوا لهم هذا الوهم. لكن الجزائر ليست معنية بأن تصبح منصة عبور لهم. الجزائر تقدم الضيافة عندما يكون ذلك ضروريا، وتقدم المساعدة الإنسانية عندما يكون ذلك حيويا، لكنها ترفض بشكل قاطع أن تستغل سيادتها لخدمة مصالح المافيات الأجنبية. الدولة الجزائرية تعلم أن الهجرة السرية ليست ظاهرة بسيطة، وأنها تمس عائلات بأكملها، وأنها تنطوي على اليأس، لكنها تعلم أيضا أن السماح بازدهارها يعني قبول الموت في البحر والغرق والاختفاء والمآسي التي نشهدها كثيرا في مناطق أخرى من العالم. وترفض الجزائر أن يحدث ذلك في مياهها. ترفض الجزائر أن تكون مسرحا لمآس كان من الممكن تجنبها. لذلك فهي تتحرك مرارا وتكرارا حتى تدرك الشبكات أن هذا البلد هو أسوأ مكان لمحاولة عبور غير قانوني. هذه العملية عين تيموشنت ستظل تذكر طويلا أن الأجهزة الجزائرية أصبحت اليوم من بين الأكثر كفاءة في البحر الأبيض المتوسط. كان التنسيق بين الشرطة وخفر السواحل مثاليا، كانت سرعة التدخل نموذجية، كان جمع المعلومات الاستخباراتية البشرية حاسما. تم تحييد الشبكة بالكامل، وأرسلت التصريحات الرسمية رسالة واضحة: كل محاولة لاستغلال الأراضي الجزائرية في أنشطة إجرامية ستنتهي بهذه الطريقة. وراء هذا الواقع الأمني تبرز بعد آخر، البعد السياسي، لأنه من خلال تفكيك شبكة عابرة للحدود تضم رعايا أجانب تؤكد الجزائر دورها في المنطقة. تظهر أنها لا تخضع للجريمة العابرة للحدود، بل تحاربها. تظهر أنها لا تسمح للمافيات بأن تملي عليها سلوكها، بل تسحقها. تظهر أنها لا تنجر وراء السرديات الضحية، بل تتخذ زمام المبادرة. وفي حين أن بعض الدول تغرق في الفوضى والانقسام وعدم التنظيم، تواصل الجزائر تقدمها. إنها تتجه نحو التحديث، تعزز مؤسساتها، تحمي شبابها، تؤكد سيادتها، ترفض التدخلات وترفض الضغوط وترفض الشبكات الإجرامية، ترسم طريقها الخاصة بهدوء وباستراتيجية وبرؤية واضحة، رؤية دولة قوية. أما الشبكات الإجرامية فسوف تدرك في النهاية أن الجزائر لم تعد وجهة ممكنة، وأن حدودها سواء كانت برية أو بحرية من بين الأكثر حماية في المنطقة، وأن كل محاولة تسلل ستنتهي باعتقال، وأن كل عملية سرية ستتحول إلى هزيمة، وأن كل شبكة تحاول حظها ستنتهي مكشوفة ومهانة ومفككة. لقد أصبحت صورة هذه العملية منتشرة على نطاق واسع، لأنها ترمز إلى كل ذلك. مشتبه بهم مصطفون، رجال شرطة واقفون بحزم وعزيمة، معدات مصادرة، سترات نجاة برتقالية مرتبة كأدلة دامغة على التحضير الإجرامي. ليست مجرد صورة عادية، بل هي رسالة موجهة إلى الشبكات في جميع أنحاء العالم، رسالة واضحة، دقيقة وحاسمة. في الجزائر لن تمروا. ستواصل الجزائر حماية حدودها لأن ذلك واجب، ولكن أيضا لأنها ترفض أن تصبح دولة رهينة لشبكات عابرة للحدود، رهينة لمافيات أجنبية، رهينة لأولئك الذين يستغلون بؤس البشر لتحقيق الثراء. هذا البلد الذي صقل بالنضال وشكل بتاريخه لن يقبل بذلك أبدا. كل عملية تنفذ
كل شبكة تفكك، كل مهاجر ينقذ، تذكرنا بما تمثله الجزائر، بلد عظيم، بلد ذو سيادة، بلد عازم على مساره. لذلك فإن عملية عين تموشنت ليست مجرد خبر عابر، إنها رمز ودليل وإثبات للقوة، وقبل كل شيء تحذير لأولئك الذين لا يزالون يظنون اليوم أنهم قادرون على استغلال الحدود الجزائرية لممارسة أنشطتهم الإجرامية، لأن مصيرهم جميعا سيكون كمصير من تورطوا في هذه القضية: اعتقال وتحديد هوية وتحييد. وهكذا عملية تلو الأخرى تبني الجزائر رسالة تعبر البحار والقارات: هذا البلد ليس منطقة عبور، هذا البلد ليس طريقا سريا، هذا البلد ليس ضعفا. الجزائر جدار، جدار صلب، جدار يقظ، جدار لا يمكن اختراقه لأي شخص يحاول تحديها.